بسم الله. أول تسكيمة هنديك موجودة في محاضرة الديستريبيوشن فارما بتاع البلاد برين بارير. هو ليه بيعدي الانستيك والديبريسنت؟ انا مسكمه كده. المخ بيحب الحاجات اللي تهديه، الحاجات اللي تروقه، اللي هي المخدرات اللي هو التخدير يعني في العمليات. فهو بيعدي الانستيك والديبريسنت، السي ان اس ديبريسنت، الحاجات اللي بتهدي المخ. يبقى هو بيحب الحاجات اللي بتهديه، تروقه، تقلل شغله. يبقى هو الحاجات اللي برضو لايبوفيليك، ما عشان تعدي لازم تعمل سمبل ديفيوجن، فلازم تكون لايبوفيليك، اللي هي الانستيك والديبريسنت. متفقين. بيعدي مين كمان؟ السكندري والتيرشري امين. يعني ايه؟ يعدي ان اتش 2 وحاجات اللي فيها ان اتش 2 ان اتش 3 زي الفوسفوستجمين. ازاي؟ افتكر كده في الثانوي الفوسفات احنا كنا واخدينه دايما في الكيمياء وعارفينه، وبينا عشرة وبينا كده. فاكيد واحد انت عارفه هتدخله بيتك، اما لو واحد مش عارفه مش هتدخله بيتك. فالفوسفوستجمين يعدي. اما الكواترنري زي النيوستجمين، كلمة نيو اللي انت شايفها دي ان اي او، شبه كلمة نيو، بس النيو دي باللاتيني. فنيو حاجة جديدة، شخص غريب جديد ما يعديش. يبقى البلاد برين بارير ما يعديهوش. يبقى احنا سكمناهم كده. يعدي الحاجات اللي بتروقه، الانستيك والديبريسنت. يعدي الحاجات اللي احنا خدناها في الثانوي زي الفوسفوستجمين، حاجة معروفة، تخش بيت يا عمي عدي البلاد برين بارير. اما الحاجة الجديدة ده النيوستجمين ما يعديهوش. التسكيمة دي كنت جايبها من الدكتور اللي انا بسمعه، اسمه ميدوي، انصحك شرحه كويس يعني، انصحك بيه. كان بيسكمها زي قلب الاسد، اللي هو ايه؟ القلب يمين اسد تفكرك بالاسد. يبقى القلب يمين، يبقى قلب الاسد. يعني القلب يمين عنده هاي افينيتي الاسيتيك دراج. زي ايه؟ الاسد تفكرك، قلنا اسد. فالاسد دايما عنده حرب. الاسد دايما عنده ايه؟ عنده حرب، لان الاسد دايما ما بيهداش يعني دايما يعمل مشاكل مع غيره. يبقى عنده حرب. عنده تفكرك باندوميسيسن. حرب تفكرك بوير، لا وير فرين. يبقى اندوميسيسن وير فرين. يبقى قلب الاسد، والاسد دايما عنده حرب. عنده تفكرك باندوميسيسن. حرب تفكرك بوير، لان دبليو اي ار يعني حرب. يبقى وير فرين تفكرك بالوير فرين. بعد كده الالفا اسيتيك جلايكوبروتين. هي فيها كلمه اسيتيك، يبقى هتمسك مع مين؟ مع البيزك، لان الاسيد بيمسك في البيز عشان يعملوا تعادل، نيوتراليزيشن. امثلتهم انا كنت مسكمهم في ايه؟ 1000 بليون للملكه. 1000 بليون للملكه، يعني الفا 1000 تفكرك بالفا، بليون تفكرك البروبرانول. يبقى 1000 بليون. 1000 تفكرك بالفا، بليون تفكرك بالبروبرانول. ملكه كوين، يبقى كوينيدين. يبقى 1000 بليون للملكه، يبقى 1000 الفا، بليون بروبرانول، ملكه كوينيدين. بعد كده الجلوبين جي ال. الجلوبين مع الجلايكوكورتيد، الجلوبيولين مع الجلايكوكورتيد. هتلاقي فيها جي ال بدايتها جي ال، ودي بدايتها جي ال. جلوبيولين مع الجلايكوكورتيد، جلوبيولين مع الجلايكوكورتيد. والجلوبيولينز مع السيروكسين والسكس هرمون. السيروكسين والسكس هرمون كلهم اسات. الجلوبيولينز مع السكس هرمون والسيروكسين. بس يبقى الخلاصة كده، قلب يمين قلب الأسد. يبقى القلب يمين بيمسك مع الأسيتيك دراج، زي الأسد عنده حرب، يبقى اندوميسيسين ويرفرين. ألف أسيتيك أكيد هيمسك بالبيزك. وقلت لك 1000 بليون يا ملكة، بليون تفكرك بالبروبرانول، ملكة كوينيدين. جلوبيولين جي ال يبقى جلوبيولين جلوكوكورتويد. وجلوبيولينز هتجمعها بالاس تفكرك بالسكس هرمون والسيروكسين. بس بسم الله. هنسكم الخمسة فارما، الفارماتو داينامكس. الأولى دي التأكيدات بتاع الدكتورة، هنركز على أهم حاجة التأكيدات. الأجونست، الأنتاجونست، البارشر أجونست. الأجونست هو ده إيلون ماسك. الأنتاجونست هو الشخص البارد الحقود على الناس، اللي هدفه في الحياة إن هو يرخم على الناس الشغالة المنتجة. البارشر أجونست هو حالنا. الاجونست كلهم فيهم اجونست. اي اجونست في الدنيا عنده جود افينيتي. ما هو عشان يقدر يرخم علينا لازم ويرخم على الاجونست، لازم يقدر يكون عنده افينيتي ان هو يمسك في الريسبتور. يبقى كلهم عندهم جود افينيتي. يبقى اي اجونست في الدنيا، اول ما نشوف كلمه اجونست سواء قدامها انت او بارشر، هي عنده جود افينيتي. يبقى اي اجونست في الدنيا ليه جود افينيتي، جي مع جي. الاجونست ده قايل لك ايلون ماسك ده شخص فعال مؤثر، عنده افكسي، عنده فعاليه، تاثير، يبقى هاي افكسي.
الرابط في الديسوسيشن ريت. يعني ايه رابط في الديسوسيشن ريت ده؟ يعني معدل الانفصال لما يجي يمسك بالريسبتور بينفصل بسرعه. ليه؟ عشان يخلص، يدور على الريسبتور اللي بعده، يدور على المهمه اللي بعديها. يعني ايلون ماسك يعمل المهمه بسرعه عشان يخلص اللي بعديها ويروح لشخص منتج، فعاوز ينتج اكبر كميه في اقل وقت، فهو عنده فعاليه عاليه، بيعمل حاجات كويسه كتير. رابط في رابط ديسوسيشن. ما اعرفش نطقها صعب كده ليه. يعني بيخلص المهمه بسرعه عشان يروح يعمل اللي بعديها. اما البارشل هو حالنا احنا. والانتاجونست ده الشخص البارد اللي ملوش اي تاثير في المجتمع، شخص مستهلك ملوش اي تاثير في المجتمع، نو افكسي، ملوش اي تاثير، هدفه ان هو يضايق الناس التانية بس. فبالتالي البارد ده بطيء، حتى كانت بريدي يعني بطيء، بريدي كاردي يعني قلب بطيء، فكلمه البارد بطيء على طول. يبقى الانتاجونست بارد، شخص بارد ملوش اي لازمه، يبقى هو سلو. طالما ده هاي افكسي وده نو افكسي، في هاي يبقى في لو، يعني في حاجه عاليه يبقى في حاجه قليله، يبقى في هاي افكسي يبقى البارشل اجونست اديله لو افكسي، في حاجه سريعه وفي حاجه بطيئه يبقى في حاجه متوسطه بقى يبقى مودريت اللي هو البارشل اجونست. نلخصهم بسرعه كده. كلهم فيهم اجونست يبقى عندهم جود افينيتي، اجونست يبقى جود افينيتي جي وجي. الاجونست قايل لك ده الشخص المنتج الفول اجونست، بياخد فول مارك على طول، يعني شخص فعال عنده هاي افكسي. والانتاجونست ده الشخص البارد اللي بيضاد غيره، اللي بيضايق غيره، فملوش اي تاثير، وطالما بارد يبقى هو سلو. البارشر اجونست ده بقى اللاو افكسي، طالما في هاي يبقى في لاو. الاجونست ده الشخص السريع كل حاجه فيه حلوه، عنده جود افينيتي، عنده هاي افكسي، سريع جدا، رابid ريت، يبقى الانتاجونست سلو. اما البارشر طالما فيه رابد وفيه سلو يبقى البارشر مودريت. بعد كده الافينيتي هي قدرة الدرج ان هو يمسك مع الريسبتور، يبقى عنده افينيتي عالية للحاجة، ولسه قايلين ان هم كلهم عندهم جود افينيتي. يعني ايه جود افينيتي؟ يعني قادرين يمسكوا بالريسبتور، يبقى قدرة الدرج ان هو يمسك بالريسبتور. واي حاجة لما تمسك بحاجة بيكونوا كومبلكس، زي ما الانتيجين مسك بالانتي بودي بيكونوا انتيجين انتي بودي كومبلكس. يبقى هنا الدرج هيمسك بالريسبتور فيكون دراج ريسبتور كومبلكس. يبقى الافينيتي قدرة الابيليتي، الافينيتي هي الابيليتي بتاع الدرج ان هو يمسك بالريسبتور ويتلائم معاه ويمسك فيه عشان يكون دراج ريسبتور كومبلكس. intrinsic activity activity قدرة الدراج هي الابيليتي بتاع الدراج ريسبتور كومبلكس. بعد ما كونا الدراج ريسبتور كومبلكس اهو، بعد ما كوناه قدرة الدراج ريسبتور كومبلكس ده على إثارة الاستجابة، على إحداث الاستجابة. حتى قلناها ان يعني فيها ان يعني في حاجة جواك وانا عاوز اطلعها، في مشاعر جواك وانا عاوز اطلعها. يبقى انترنسك افكتي قدرته على إثارة الاستجابة، ان انا هخليك تعمل استجابة اتجاهي. يبقى قدرة الدراج ريسبتور كومبلكس على إحداث استجابة. الافكسي بقى ده الريسبونس اللي هيجي نتيجة الدراج كومبلكس ده. لان كلمة افكسي يعني فعالية، والشخص عشان يكون فعال لازم أن يكون بيأثر في الناس والناس بتستجيب له، بيعمل ريسبونس. يبقى الافكسي شخص فعال، فعشان يكون فعال لازم أن يعمل ريسبونس. يبقى الافكسي هي مقدار الريسبونس اللي هيجي نتيجة التفاعل بين الدواء والريسبتور اللي هو ويكونوا دراج ريسبتور كومبلكس. يبقى الافكسي هي الريسبونس اللي هيجي لي نتيجة التفاعل بين الدراج والريسبتور. البوتنسي بقى اعكس بقى. يعني انت بتقولي ان دي الريسبونس نتيجه الدراج ريسبتور كومبلكس، لا انا عاوز بقى دي الاماونت من الدراج اللي هتعمل الريسبونس. يبقى الافكسي فعاليه تفكرك بكلمه تاثير، يبقى التاثير اللي ناتج من التفاعل بين الدواء والريسبتور. اما البوتنسي هي الاماونت من الدراج لاحداث الريسبونس. يبقى البوتنسي عكس الافكسي هي مقدار الريسبونس لما يتفاعلوا مع بعض، البوتنسي ده الاماونت من الدراج اللي هتعمل الريسبونس. بعد كده كومبيتيتيف اجونست عشان الشخصين يتنافسوا. يعني لا ما ينفعش، لازم يكونوا في نفس المجال في نفس التراك. فطالما هيتنافسوا كومبيتيتيف في كومبيتيشن يبقى لازم يكونوا على نفس الريسبتور، على نفس الجول، يكون لهم نفس الجول نفس التراك عشان يقدروا ينافسوا بعض ويقارنوا بين بعض. وطالما ليهم نفس بيقدروا ينافسوا بعض، فبالتالي لو واحد فريق مثلا عنده 12 لعيب والتاني عنده 12 لعيب، ازاي الفريق ده يغلب الفريق ده؟ انك تزود اللاعبين بتوع دول يبقوا 16. تخيل 16 واحد على 12، الكثره تغلب الشجاعه. فانت تتغلب على التاني ازاي؟ تنافسه وتغلبه ازاي؟ عن طريق انك تزود الكونسنتريشن. زود الكونسنتريشن بتاع التاني هيغلبه. ده بالنسبه للكومبيتيتيف. اما النون كومبيتيتيف، انت بتقول لي كومبيتيتيف نون كومبيتيتيف يعني مفيش تنافس، فبالتالي هم مش في نفس المجال، ما ينفعش الدكتور ومهندس ينافسوا بعض، فما بيتنافسوش ما بيتنافسوش. المفروض تتعدل دي على نفس الريسبتور، بيتنافسوا على ريسبتور مختلف، ده ليه ريسبتور وده ليه ريسبتور.
وبعدين اصلا ومهما زودت مش هتتعكس. اعكسها يعني من الاخر، يعني اعكسها. مش انا قلت لك ان ده بيتنافسوا على نفس الريسبتور؟ قول لي لا ما بيتنافسوش على نفس الريسبتور. مش قلت لك ان ده بتتعكس بزياده التركيز؟ لا ما بتتعكسش بزياده التركيز. بس واكتر حاجات بتتنافس وفي تراك واحد القطر. افتكر الاتروبين يبقى كومبيتيتيف، الاتروبين القطر شبه كلمه القطر، الاتروبين يبقى في الكومبيتيتيف الاتروبين. نون كومبيتيتيف بقى منه ريفرسبل ومنه irreversible. يعني بايند ريفرسبل يعني ممكن يمسك ويفك. هتفكه ازاي؟ عن طريق بص، مش كان عندك الانزيم كان في موقع اسمه الالوستيريك سايت وموقع اسمه الاكتيف سايت؟ هو بقى الانتاجونست بيروح يمسك في الالوستيريك سايت، السبستريت بتاعتي بتمسك فين؟ في الاكتيف سايت. فتروح تمسك هنا في الاكتيف سايت وهو ماسك في الالوستريك. فلما يمسك في الالوستريك هيغير الاكتيف سايت، فمش مش هيخلي السبستريت تقدر تعمل تمسك في الاكتيف سايت تاني. طب حلها ايه؟ كسر اللي كان السبب، السبب كان الانتاجونست. لما راح مسك في الالوستريك يبقى روح كسر الانتاجونست، اعمل له ميتابوليزم للانتاجونست ده، كسره. فلما كسره الموقع هيرجع تاني طبيعي اللي هو الاكتيف سايت، فيقدر ان السبستريت او الدرج بتاعي يمسك تاني في الاكتيف سايت. يبقى والتكسير ده حاجه سهله، يعني لما تكسر مبنى تشيل مبنى، ولا لما تبني مبنى؟ لا لما اكسر مبنى هكسره بسرعه في يوم او يومين، اما لما تبني عماره تبني بيت بياخد شهر شهرين. فالتكسير الميتابوليزم اكيد هياخد شورت ديوريشن زي الساكسينايل كولين. الirreversible يعني طالما irreversible يبقى مسك برابطه سهميه، لان الرابطه السهميه قويه اما الايونيه والهيدروجينيه ضعيفه. يعني بيمسك برابطه سهميه، رابطه سهميه قويه، فبالتالي صعب ان هو يفك. فخلاص صعب ان هو يفك، فما قدامكش انك الا تغير الريسبتور، تيجي تعمل ريسبتور جديد. وطالما هتعمل حاجه جديده، هتبني حاجه جديده، اكيد هتاخد لونج ديوريشن. ومن امثلتها الاورجانوفوسفورس، عشان كده كان محرم دوليا، لان الفوسفور بيروح يمسك ما بيفكش. المركبات الفوسفور زي الDDT والحاجات دي بتروح تمسك في الريسبتور ما بتفكش.